كيبدا الفيلم ديالنا مع واحد جوج راكبين في كاميو ديال الزبل، وكنعرفوا انهم مكلفين بعمليات قتل ديال عدد كبير من الشخصيات المهمه في الجيش الامريكي. ومع كيوصلوا لعند واحد من هاد الشخصيات كيصفيوها ليه، وواحد من هاد الرجال من بعد كيمشي يسرق طوموبيل باش يكمل التصفيه ديال باقي الشخصيات. وهنا كنشوفوا واحد من الشخصيات ديال العصابه باغيين يقتلوه وسميتو جون ماتريكس. جون كان ضابط سابق في الجيش الامريكي، وكان واحد من افضل المقاتلين في العالم، وكان عرفوا انه قاعد خصيصا باش يعيش مع بنته في سلام ويكون ديما معها، حيث بالنسبه ليه بنته هي كل شيء في الحياه من بعد ما مراته ماتت. المهم جون كان عاطي وقته كامل لبنته، وكان كيدوز معها ايام زوينه واخا ساكنين في هاد الغابه بعاد على المدينه. وفي واحد النهار هما جالسين كياكلوا كيشوفوا واحد الهليكوبتر جاي عندهم، وفي هاد اللحظه بنته جيني يسحب ليها باللي جون غيرجع للخدمه ديالو، وقالت ليه وعدني باللي ما غتمشيش وتخليني. وجون وعدها باللي عمره ما غيخليها. وملي نزلات الهليكوبتر حدا دارهم نزلوا منها جوج جنود وجينيرال، وهذا الجينيرال واحد من اعز الاصدقاء ديال جون وسميتو كريبي. وملي تلاقى مع جون كيبدا يعاود ليه على العصابه اللي ذكرناها من قبل، وقال ليه باللي باغيين يصفيوها ليك، ولكن حنا غنخليو معاك هنا شي جنود باش يحميوك. وملي سالاو الهضره ركب في طياسو ومشى بحالو، ومع مشى افراد هاد العصابه كيبداو يتيريو عليهم، والجنود اللي مع جون كيتصابوا. المهم كيطوقوا الدار بالقرطاس، وجون كان الهم ديالو الوحيد هو ينقذ بنته، وقال ليها تمشي تخبى. وجيني دخلات وتخبات تحت هاد الناموسيه، وجون ضربها بجريه المستودع الاسلحه ديالو، وقرر يوريهم شكون هو جون ماتريكس. ومع اخذ الاسلحه اللي خاصه دخل للدار وبدا يقلب عليهم، وكيكتشف ان بنته تخطفات، وواحد من العصابه بقى كيتسنى وشرح ليه اللي بغاو ينفذ ليهم واحد المهمه باش يقدر يرجع بنته. ولكن جون ما عقلش عليه وصفى عليه بسرعه وخرج بغا يتبعهم طوموبيلته، ولكن مع الاسف العصابه خربوا ليه الطوموبيل قبل ما يمشيو. هنا جون بدا كيدفعها بكل القوه اللي عنده، وبالفعل قدر يدفعها وركب فيها، وما كاين غير عفط موراهم. كان كيختصر الطريق بجنون باش يقدر يسبق العصابه، وبالفعل كيقدر يسبقهم، ولكن كيتقلب في اخر لحظه. وجون بطبيعه الحال كيخرج منها بسرعه، ومع كيخرج كتسمع ليك بوم، وبدا كيفرشخ في العصابه واحد مور الثاني، ولكن معهم اكثر ما قدرش جون يدير معهم والو، وقدروا يشدوه في الاخر وخضروه بواحد الحقنه وداوه للمقر ديالهم. وملي فاق من الغيبوبه كيلقى واحد الصاد سميتو بيليت، وهاد خونا كان خدام معاه في الجيش، ودابا ولا واحد من هاد العصابه. اما زعيم هاد العصابه الكبير سميتو اريوس، وكان عارفوا انه باغي يقتل رئيس دوله مهمه، وما بغاش يقتل جون دابا حيت باغي هو اللي ينفذ هاد المهمه، وما كاينش من غيره اللي يقدر ينفذها. جون في الاول ما بغاش ينفذ المهمه، ولكن ملي الزعيم هدو بنته وقال ليه لما درتيش داكشي اللي كنقول لك بنتك ما غتعاودش تشوفها، هنا جون تزير وما لقاش حل غير انه ينفذ داكشي اللي بغا باش على الاقل ينقذ بنته. ومن بعد بيليت وصل جون للمطار وخلى معاه واحد من رجالو باش يتاكد ان جون ما غاديش يخالف القوانين، وقال ليه الا فكرتي دير شي حاجه ماشي هي هذيك بنتك انا اللي غنصفيها ليها بيدي. ومشى في حاله. وهما غاديين في المطار عاود هدو واحد من العصابه باش يمشي حسب الخطه، وبقى حاضر حتى ركب في الطياره. وفاش دخل الطياره سول واحد المسؤول تم وقال ليه شحال الوقت باش نوصلوا، وهي قالت ليه 12 ساعه. وهنا طلب منها مخده ومانطا باش ينعزها، وما عجبتهم ليه ومشات. فالخف ضرب خونا اللي حداه هكدو ودار ليه المخده وغطاه، وقال ليك المسؤوله هذا راه صاحبي عندك تفيقيه حيت فيه النعاس بزاف. وفاش رقد خونا تسلل وسط الطياره كيقلب منين يخرج، وبقى كيقلب حتى وصل للبلاصه منين يخرج، ولكن الطياره كانت غاديه بسرعه كبيره وطارت من الفوق. ولحسن الحظ كيلقى واحد البحيره قدامه ونقز وجا في الماء، ومن بعد ما هرب قرر يقضي على العصابه ويرجع بنته في اقرب وقت، وضربها بجريه وحده رجع للمطار. وبقى تابع خونا اللي كان معاه من قبل باش يعرف منه البلاصه فين مخبيين بنته. ومع خونا ركب طوموبيلته ومشى. جون شد واحد البنت عزيوه وهددها باش تباع هاد الصاد طوموبيلتها. العزيوه بطبيعه الحال تخلعت، وبقاو تابعين خونا. وبقوه الخلعه هاد البنت كانت غاديه بسرعه كبيره وقدروا يلحقوا هاد الصاد. ومع دخل واحد القن تبعوه ودخلوا موراها وبقاو حاضينو فين غادي. وهنا كنعرفوا بلي هاد البنت سميتها سيند، وجون شرح ليها بلي كاين واحد العصابه خطفات ليه بنته وهو بغاها تعاونو باش ينقذها. في الاول سيندي وافقت، ولكن مع مشى جون باش يتبع خونا سيندي قصدت البوليس وشرحت ليهم بلي شي واحد خطفها. المهم شراتها ليه، وجون تعصب ديال بصح ملي شافها تزاد
يهضر مع البوليس، وهنا البوليس كيحاصروه من كل الاتجاهات وكيحاولوا يشدوه، ولكن جون كيخلي ضربوهم واحد مور الاخر. واخا كان العدد ديالهم كبير ما قدروا يديروا معاه والو وسلخهم مزيان. وهنا خونا من العصابه شاف جون هو كيسلخ في البوليس وقرر يهرب باش يوصل الخبر لزعيم العصابه، ولكن جون بسرعه كبيره قدر ينزل موراه وتبعو ثاني لانهم الا عرفوا ما سافرش غيقتلوا بنته. خونا ركب في طوموبيلته وبغى يقتل جون بها، ولحسن الحظ جون ما وقع عليه والو. وفي هذه اللحظه جون ركب في طوموبيل سيندي وركبها معاه وبداو كيطاردوا خونا ثاني، وهما موراه بدا كيشرح لسيندي القصه من الاول حتى الاخر، ووراها الصوره ديال بنته وقال لها الا هذا الراجل هرب بنتي غتموت. وهنا سيندي تاكدات انه ما كيكذبش وقررت تعاونوا باش يرجع بنته. ومن بعد مطارده طويله في وسط المدينه جون وسيندي في الاخر قدروا يقلبوا الطوموبيل بهذا الصعب. وهنا جون جبدوا من الطوموبيل وسولوا على فين مخبيين بنته، ولكن خونا كان راسو قاصح وما بغاش يجاوبوا. وفي هذه اللحظه جون خدا حدا واحد الحافه وهدو باللي غادي يرميه من هنا لما جاوبوش. خونا واخا هكاك ما بغاش يعاون جون، وهنا شدو ولاحو من هذا القنص. اكيد خونا كيتشتت، وفي هذه اللحظه كيركبوا في الطوموبيل وكيمشيو للدار بهذا الصاد. ومع وصلوا دخلوا وبقاو كيقلبوا على اي دليل يخليهم يوصلوا لبنته. وهما كيقلبوا وصل هذا العزوه القتال وكان جاي عند صاحبه. وهنا سيندي استقبلاته وجون غفلوا من اللور وبدا القتال بينهم. هذا العزوه كان قوي بلا قياس، ولكن جون قدر يخلي ضربه وبقى كيفرشخ فيه، مره يجي هنا ومره يجي لهيه، المهم سلخو مزيان. في الاخر قدر يصفيها له. ومن بعد جون قدر يعرف المقر ديال العصابه وقصدو القنت هو وسيندي. وملي وصلوا ودخلوا تم جون بدا كيفرشخ في الحراس وبداو يقلبوا على اي معلومات وصلهم لجيني. وبالفعل كيلقاو واحد الخريطه، وهنا كيعرف بلي بنته شادينها وسط واحد الجزيره بعيده وغيحتاج طياره باش يوصل ليها. جون وسيندي تسلوا ثاني وخرجوا من داك القنت لما يحسوا بهم العصابه، ومشاو باش جون يبجد راسو باش ينقذ بنته. اقتحم واحد المحل حكومي ديال الاسلحه وقدر ياخذ القنابل والاسلحه اللي غيحتاج. المهم جمع عدد كبير ديال الاسلحه وسيندي جمعات كاع داكشي وخرجاتو الطوموبيل. ولسوء الحظ البوليس كيوصلوا كيحاصروا جون من جميع الاتجاهات وما كانش عنده حل غير يسلم راسو. وملي شدوه وكانوا غاديين به جون حاول يقنعهم باللي خدا الاسلحه غير باش يرجع بنته، ولكن البوليس بطبيعه الحال ما سيقوش هضرته. وهما غاديين به سيندي قررت تعاونوا وتضرب الطوموبيل ديال البوليس بواحد القذيفه باش تقلبها ويقدر جون يهرب، وضربات بالغلط وكتسمع ديك بوم. ولكن المره الثانيه قدرت تقلب الطوموبيل ديال البوليس، وبالفعل جون قدر يهرب وركب معاه في الطوموبيل ومشاو من تم. ومن بعد سرقوا واحد الطياره باش يقدروا يوصلوا للبنت جون. واخا جون ما كانش كيعرف يسوق الطياره سيندي قدرت تسوقها وانطلقوا للجزيره. وبعد مده طويله ديال الوقت الصباح وصلوا للجزيره وسيندي نزلات بالطياره في البحر. جون نزل من الطياره وخدا كاع داكشي اللي غيحتاج في المهمه ديالو وودع سيندي وشكرها بزاف حيت عاوناتو، وقصد الجزيره بواحد القارب. ملي وصل بالزربه تخبى باش ما يشوفوهش العصابه. فواحد القنتم بدا كيوجد راسو باش يهجم عليهم ولبس مزيان وخدا كاع داكشي اللي محتاج. كيبان جون صافي واجد باش يخلي ضربوهم. قرب عليهم وبدا كيراقب المقر من بعيد وقدر يعرف العدد وكاع المواقع ديال الجنود. اما في الجهه الثانيه العصابه كيعرفوا ان جون قتل داك اللي كان معاه في الطياره وكيجريو يقولوا هذا الزعيم ديالهم. وهنا الزعيم سخط ديال بصح وامر بيليت يقتل جيني. بطبيعه الحال بيليت كان عاجبو الحال وقصدها باش يصفيها ليها، ولكن لحسن الحظ جيني كتقدر تهرب من ديك الغرفه اللي مشدوده فيها. وجون في هذه اللحظه قصد المقر ديالهم ودخل متسلل وبدا يقتل فيهم واحد مور الثاني وبطريقه سريعه. المهم قدر يقتل كاع الحراس ديال المقر اللي على برا وبدا كيزرع عليهم قنابل تن وفخخ كاع البلايص بالقنابل، وهذا الشيء كامل بلا ما يرد ليه شي واحد البال. ولكن لسوء الحظ واحد من الحراس كان في واحد البرج عالي وقدر يشوف جون، وهنا جون اضطر يسير عليه ويقتله. والعصابه كلها تترد ليه البال في هذه اللحظه وكيبداو يهجموا عليه. جون فاش شاف راسو صافي تحصن كاع القنات قرر يفجر فيهم القنابل اللي زرعها وكتسمع ديك بوم وكاع الجنود اللي كانوا وراه تشتتوا واحد مور الاخر. وعاد كيبدا القتال الحقيقي بين جون والعصابه اللي كانوا في الحقيقه جيش ماشي عصابه. ورغم كل هادشي جون بقى كيشتت فيهم بسرعه كبيره، وهنا فين كتبان البراعه ديالو في القتال. الجنود كانوا في بلايص مختلفين كلشي كيتيري، ولكن جون كان عنده خبره كبيره في التعامل معاهم. وهنا كيبان فوج اخر ديال الجنود، وجون بطبيعه الحال خدم معاهم كاع الاسلحه اللي كانت عنده. المهم قلب ليهم هاد القتله كلها على راسهم، وهو كيقاتل قدر واحد من العصابه يضربو بقرطاسه. وهنا جون تقاضاو ليه كاع الاسلحه اللي كانت عنده ودخل تخبى في واحد البيت. العصابه كيحاصروا داك البيت
البيت من كاع القنات، وجون حس بيهم حاصرين وكيبداو يدمروا في داك البيت بالقرطاس. طوقوه بالمزيان، وفاش مشى واحد منهم حل الباب جون كيبان مازال حي وكيبدا يقتل فيهم بطريقه وحشيه، اللي قطع ليه يدو، اللي ضربو بشاقور، اللي حيد ليه النص في راسو. ومن بعد ما قتل كاع الجنود كنشوفو سيندي وهي كطلب الدعم من الجيش، وهنا جون كيقدر يوصل لزعيم العصابه كيصفيها ليه بواحد الشوطغان. ومن ثم كيبدا يقلب على بنته وهي كتكون هاربه لبيليس حيت كيكون تابعها. فواحد اللحظه تسمع جون كيعيط ليها، وملي جاوباتو بيليس كيشدها، وفاش غوتات جون قصد البلاصه وهنا كيتيري عليه وكيضربو في يدو. وفي هاد اللحظه جون بقى كيقول لبيليس المشكله بيني وبينك، طلق البنت وواجهني الا كنتي راجل. الرجال ديال بصح كيبينوا القوه ديالهم باليد ماشي بالسلاح في يديهم. وهنا بيليس ملي سمع هاد الهضره جهل ورمى السلاح من يدو وقصد جون باش يصفيها عليه. بيليس بصراحه كان قوي بلا قياس وقدر يفرشخ جون مزيان، واخا جون حتى هو كان كيضربو شي ضربات خايبين ولكن ما كانش كيأثر على بيليس حيت جوتا وكان النيفو ديالو طالع على جون. من بعد قتال طويل بيليس كيكون شويه غيصفيها لجون بقوه الدق اللي كلا، ولكن في اخر لحظه جون قدر يقتل بيليس وينقذ بنته جيني. وملي خرجوا فحالهم كيلقاو الجنرال كريبي جايب جيش باش يعاون جون. الجنرال تصدم ملي شاف المنظر وطلب جون يرجع للخدمه معاهم كضابط في الجيش، ولكن جون كيرفض وكيقول ليه انا ما نقدرش نسمح في بنتي، وشكرو حيت جا باش يعاونو. ومن ثم مشى عند سيندي وهي كانت فرحانه حيت رجع بنته، وركبوا في الطياره باش يرجعوا لمدينتهم. كنتمنى منكم تشتركوا في القناه وتخليو لينا لايك وشي كومونتير زوين، ونتلاقاو في فيديو جديد مع فيلم جديد ان شاء الله. تهلاو.